سلام الله عليكم. طبعا انا يمكن اخر واحد صورت مع الاخ علي من محافظة دمار منطقة عتمة، بايع البلس الذي قال رب ضارة نافعة. بالبداية الاخ علي نزل ترند انه شخص او ممثل او فنان اساء اليه بطريقة مسح او بغير مسح واعتذر له. الان انا جيت لعند علي وحبيت اساله سؤال انا ومتابعيني. علي، هل كان هذا الترند او كان هذا الموقف سبب خير وسبب رزق لك، بما انه كان بالبدايه مضايق لك، وبالنهايه ايش كان الموضوع هذا لك؟ الحمد لله، يعني بدايه الرزق الحمد لله، سبب الرزق يعني الناس تفاعلت معك. اللهم الحمد، اشكرهم واشكر من تابعني واشكر من نشر في صفحتي واشكر من حضر لعندي للسبعين. انا افتخر بالشعب اليمني فوق راسي. انت انسان تستاهل، وهذا معروف عن اليمنيين انهم اصحاب حميه واصحاب غيره، واللي حصل معك لو يحصل مع اي انسان ثاني بتشوف اليمنيين كلهم قايمين معه قلبا وقالبا. فالله يرزقك. شوف، هذا كانت في البداية شيء مسيء، وفي النهاية كان مصدر رزق لك، وربي رزقك بهدايا وبمتابعين وبشهرة، وصرنا احنا نجي لعندك. فنسأل الله ان يوفقك. انا الان باخذ منك، لانه في اكثر من شخص حاطين حسابات كانها حساباتك، تمام؟ الان انا باخذ منك حسابك التيك توك واطرحه في المقطع هذا، واتمنى من الجميع ان يتابع علي. طبعا علي محله امام جامع الصالح، الذي يحب يزور علي موجود في الشارع، لا تغير ولا غير العربية ولا فتح محل، جالس بعربيته وطالب الله، وهذا هو بايع البلس المتواضع. وانا اللي اتشرفت اني جيت لعندك. انا افضلكم فوق عيني وراسي علي.